السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة عالم ومريم. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده ان شاء الله. في هذا الفيديو خواتاتي غنشارك معكم الخميره البلديه. هكا الخميره اللي تنربيوها غنشارك معكم الخبز ديال الخميره البلديه وكذلك الطريقه ديالها، وغدا نشارك معكم هنايا نهاري ديال بدايه الاسبوع غديوه، وكذلك قوتي اللي بكيكه اقتصاديه وكذلك بغرير. تابعوا معنا الفيديو حتى الاخر. قبل ما نبدا الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وعلى اله واصحابه اجمعين محمد عليه الصلاه والسلام. كيف كتشاهدوا معايا هنايا هذه الخميره البلديه كنديرها بالدقيق الكامل، دقيق كومبلي هذا اللي بالنخاله ديالو. والطريقه هنايا شي نهار غنشارك معكم بالديتاي الطريقه كيفاش كنصايبها. هذه انا الخميره البلديه كنصايبها بالتمر وباللوز، الطريقه اللي هي سهله يعني كتخليها واحد اليومين. مهم الا بغيتوا الطريقه نشاركها معكم بالتفصيل خليوا لي في التعاليق ونشاركها معكم بالتفصيل. هذه هي الخميره البلديه كناخذ هكا كنديرها في العجينه، وهاد الكميه اللي كنخلي ضروري كنخلي واحد شويه وكنضيف عليها الدقيق اللي بالنخاله وكنخلطها هكا بمياه دافيه. بطبيعه الحال تكونوا ما مقربينش ليها الملح وما مقربينش ليها ولا يعني تبعدوا عليها الخميره الكيماويه نهائيا. صافي كنخلطها هكا بشويه الماء اللي هو دافي وكنخليها حتى هكا نبغي نعجن هكا نلقاها هكا عاوتاني خمرات. وهذه هي الخميره البلديه، طريقه اللي هي سهله وكيف كتعرفوا راه هي صحيه، خصوصا الناس هكا اللي تيكونوا تعانيوا من هكا عندهم مشكل ديال المسران اولا ديال الجرثومه. هاد الخميره البلديه راها صحيه، وخصوصا هكا في الصيف كيف كتعرفوا راه هكا يعني ما كتاخذش معكم الوقت طويل باش كتخمر لكم العجينه. وحتى هذيك الحموضه اللي كتعطي راها رائعه، من المهم اللي غاديين يفهموني الناس اللي كيديروها وكيستعملوها هما اللي يعرفوا المذاق ديالها. صافي هنايا عجنت العجينه خليتها تخمر، دزت هنا باش غدا نشارك معكم هاد التكريسه. المهم اش قالت لي اليوم راسي قالت لي قرصي بهاد التخليطه ديال الزرارع، كنقولوا الزرارع. هنا خديت شويه ديال زريعه الكتان، شويه السانوج، شويه ديال الشوفان، شويه البلبوله، وكذلك القليل من الزنجلان. صراحه انا الاغلبيه تنقرص بالحمراء ديك النخاله الرقيقه هي باش تنقرص الخبز. وبالنسبه لهاد الزرارع كنديرهم هكا مره الى رشقات لي عليهم بغيت نغير شويه كنديرهم. صافي هنايا كيف لاحظتوا نقيت هاد المكونات كاملين وخليتهم على جنب، وغندوز باش غدا نقرص العجينه ديالي بهاد الطريقه. هنا استعنوا بواحد شويه ديال الماء في يديكم هكا الا بغيتوا ما تلصقش ليكم، ديروا يديكم هكا بشويه ديال الماء. هنا بالنسبه للزرارع درتهم في الوجه ومن التحت راني كنرش الدقيق الا لاحظتوا، هذا الدقيق ديال الفرينه. صافي وكنوضعهم هكا في اللاطات اللي كنت دهنتهم بالزيت ورشيتهم بالدقيق، وكنبدا نبسط العجينه ديالي كنقرص. انا درتهم هنا على شكل خبيزات صغار هكذا باش يجيو زوينين هكا في المنظر. صراحه تيعجبوا وليداتي وكذلك مولدر ملي كنديرهم هكا يعني هكا قريصات اللي هما صغار بطريقه اللي هي سهله. وكيف قلت لكم كيجيو رائعين في المنظر. كنقرصهم وكنخليهم تيخمروا. انا مباشره نقرص هكا في الطاوه ديال الفران وكندخلهم الفران. ملي كيخمروا كنعاد كنجبدهم من الفران ونشعل الفران. بطبيعه الحال كندخلهم الفران وهو مازال بارد. هذه هي الطريقه ديالي في العجينه، شاركتها معكم شحال من مره. المهم هنا فقط بغيت نشارك معكم غير الخميره البلديه. وهكا اختي الا بغيتي ديري الخميره البلديه بوحدها، يعني كاين اللي كيدير معها شويه من الكيماويه، هي من الافضل ديروها بوحدها كتكون صحيه اكثر. عجنيها اختي بكري بحال هكا في الصباح ملي تصيفطي وليدات للمدرسه، خلطيها وخليها تخمر على خاطرها. وقت ما طابت راه كيجي الخبز ديالها رائع. وسبحان الله العظيم الخبز الا درتوه بالخميره البلديه راه ما تيخسر ما والو. هانتوما عن التجربه جربوها وردوا عليا. صافي هنايا واحد جوج خبيزات درتهم هكا على ود بنتي. ما قلت ما تبغيش ليا الزرارع، بعض المرات تتعكس كتقول لك لا ما بغيتش الخبز في هذا، حاول درت فيهم غير شويه صح. صافي هذا هو العجينه. هنا كيف لاحظتوا راني غدا نخليها حتى تخمر وندوز باش غدا نشعل الفران نطيبها. الطريقه اللي هي سهله. نتمنى اخواتي تعجبكم هذا الفيديو كما العاده. وشكرا شكرا شكرا. كنبغي نشكر جميع الاخوات اللي انضموا للقناه والاخوات اللي هكا كيخليوا لي الله يقول لك كيخليوا لي التعاليق. اخواتنا من الجزائر، من العراق، من فرنسا، راني كنشوف الاحصائيات ديال المشاهدات منين جايه. شكرا لكم كاملين ومرحبا بكم كاملين. صافي خواتاتي هنا من بعد ما خمرات العجينه كناخذ واحد الشفره اللي تكون حاده بطبيعه الحال هكا هذه خصيصا ديال المطبخ.
صافي. وكندير هكا واحد الشريطه الوسط. نتوما الا بغيتو تكم هكا بفرشه تكم، انايا فضلت نديرهم على هذا الشكل صافي. ودرت الخبيزات ديالي يطيبوا في الفران. هنا غنشارك معكم واحد الغديوه اللي خافه نزربن. المهم هذا النهار راه كان عندي مشارجي كيف كتعرفوا. نهار الحد كانت واحد الغبره ما نقولش لكم عليها، ايوا ما كنتش في الدار ودخلات لي ديك الغبره، راني يعني دوزت واحد النهار ديال التماره. المهم انا درت غديوه اللي هكا خافه نزربن، شويه ديال الحوت، شويه ديال الدنجال، وكذلك واحد شليضه وعصير والفريت. غديوه اللي هي بسيطه، نتمنى تقبلوا عليها. صافي هنايا كيف شاهدتوا خلطت الشرموله ديال الحوت العاديه. التتبيله ديال الحوت راه كلشي كيعرفها، من سكينجبير، الخرقوم، الكمون، القزبر، حبوب، شويه ديال الملح، شويه ديال التحميره، وهذا شويه ديال الابزار. وبطبيعه الحال حكيت الحامض وعصرت حكيت الثوم وعصرت الحامض قلبتهم صافي. وكندير هاد الشرموله. هنا خلطت الدنجال، بغيت تجيني يعني في هذيك الشرموله ديال الحوت صافي. ملي خليته مرقد وغادا هكا نرش عليه شويه ديال الدقيق الرطب، الدقيق اللي رطب الفورص، وغادا ندوز باش غادا نقلي. انا شوفوا راه قليل فين كنقول لكم سندير القلي، ما كنستعملش قلي بزاف. ماشي قضيه انه ما عنديش معاه، ولكن ماشي صحي، كنحاول نتفاداه. غير هاد الحوت بالنسبه لهاد الحوت هكا صغير راش قلت لي عليه انني نديروه مقلي احسن ما نديروه في الفران. اما نتوما يا اختي الا كان عندكم الاير فراي من الاحسن ديروه في الاير فراي وتهناو يا اختي. دعيو معايا حتى انا ناخذها باقا ما خديتهاش صراحه، وهي عمليه وهكا وصحيه بالنسبه يعني هكا لهادشي تاع القلي صافي. هنا كيف لاحظتوا كنقلي هكايا، قليت داك الحوت نسيت على السميه ديالو والله تمشات ليا من بالي، وهكا وكذلك الدنجال صافي. وهنايا كذلك الفلفله. هنا بالنسبه للفلفله راني كندهنها غير بالزيت وكندخلها الفران. بطبيعه الحال كنغسلها مزيان وكندهنها بالزيت وندخلها الفران صافي. حسن من انها نقلي عارفين كتقليوها كتبقى طير، كيبقى يطير الزيت بزاف. وهنايا غندير واحد العويصير مع هاد الغديوه. هنايا الليمون اللي كنشارك معكم دائما الطريقه فاش تيكون نجي الليمون بالكثره كندير ليه هكا كنحتفظ به في المجمد. ما ديوش عليا فمي ما عرفت مالو تراجع لي اختي كنميك على الفيديوهات حتى كنسى المونتاج. ايوا هذه هي الغديوه ديالنا خواتاتي، نتمنى تشاركوا، نتمنى تقبلوا عليها وتعجبكم صافي. ومع مناض وعويصير. وهذه هي الغديوه خافه نزربن. هاكا غديوه اللي هي بسيطه متواضعه. وكيف قلت لكم نتمنى هاد الفيديوهات اللي كنحط مؤخرا يعجبوكم، هاد الروتينات اللي هكا فيديوهات اللي هما متنوعين. الا رجعتوا للقناه راني كنت كنحط غير وصفه، ولكن دابا حاولت هكا نولي ننوع في الفيديوهات، يكونوا فيديوهات اللي هما يعني فيهم روتين ديال اليوم كامل لاي وحده هكا بغات تستافد. وكذلك الا لاحظتوا راه نحاول ندير فيديوهات اللي يكونوا هكا شويه اقتصاديا كيف كتعرفوا. مع الله يحسن العوان بزاف البنات يعجبهم بحال هذا النوع تاع الفيديوهات. كنقول شارك معكم حنا شوفوا ولاد الشعب، ويعني كنحاولوا نتقربوا من بعضياتنا، وكل واحد يمشي على قد المستطاع. هذه هي هذا هو الخبز اللي شاركت معكم ديال الخميره البلديه. هما الخبيزات ديالي طابوا كيجيو على هذا الشكل. نتمنى يعجبكم، وهكا مره نغيروا. وكيف كنقول لكم خواتاتي بالنسبه للخميره البلديه راها صحيه بزاف. انا قلت لكم اي وحده يمكن ليها تصايبها عارف الدار بطريقه اللي هي ساهله. قلت لكم غير شويه ديال التمر وشويه ديال اللوز، ما تسمعوش اللوز والتمر صحبوا بزاف، راه يعني حبات اللي هما محسوبين صافي. غنشارك معكم هاد الكيكه اللي خافه نزربن ساهله. كيكه بيضه وحده، كيكه ديال التفاح اللي ببيضه وحده، فانيا، جوج ديال الخمارات، وكذلك القشور ديال الليمون، وهذاك ياغورت صغير ديال درهم درت واحد نفسه، عبرت به السكر وعبرت به الماء. درت عمرته بالسكر وعاودت عمرته بالماء صافي. وضفته وعمرته باللبن، يعني كاس، يعني كنقول لكم الكاس ديال الياغورت هذاك الصغير، ماشي دانو الياغورت ماشي دانيط، الياغورت الصغير ديال درهم. كاس ديال هو نيت عبرت به الزيت والماء واللبن ولا الحليب، ومهم نتوما عوضوه باش ما بغيتو صافي. وهذه هي الكيكه ديالي الاقتصاديه خافه نزربن. وقلت لكم جوج ديال الخمارات. نتمنى يعني نتمنى نكون قلت لكم المقادير بالتفصيل. هنا راني مشاركاها معكم في القناه، الا بغيتوا ترجعوا لشي فيديو بالتفصيل غتلقاو كيكه ديال التفاح في فيديو خاص. المهم هنايا انا شاركت معكم يعني هكا درتها للقوت الوليدات، قلت علاش لا ما غنشاركهاش معكم. وهنا غتلقاوها بطريقه كاع جد اقتصاديه بداك الشيء اللي عندك اختي في الكوزينه ديما بدعي فيه وخرجي منه باش تمشي راسك وهكا تفرحي وليداتك. وهانتي اختي واكله، وهانتي
بزاف د الحمد لله. اللهم ديمه نعمه واحفظها من الزوال. الله يرزقني ويرزقكم من حيث لا تحتسبون يا رب. خواتاتي لو وصلتوا معايا هنا ما تنسونيش من واحد اللايك، الله يسهل عليكم والله يجعلها في ميزان حسناتكم، وما تنسونيش كذلك من الاشتراك في القناه وتفعيل داك الجرس الا جات على خاطركم، والتعاليق ديالكم كيف ما كانت الله يسهل عليكم. ومازال غدا نحط معكم فيديوهات فيهم هكا تدابير ديال رمضان وفيهم تحضيرات ديال رمضان ان شاء الله باذن الله. كنقول لكم دائما الله يوصلنا ليه لا فاقدين ولا مفقودين بكل الصحه والسلامه يا رب، انتم العائله والاحباب. صافي هذه هي كيكه ديالي ديال التفاح. كناخذ هكا واحد تفاحه حتى لجوج تفاحات اللي كنقطعها على هذا الشكل وكنديرها من الفوق. طريقه اللي هي سهله وصراحه كتجي زوينه في المذاق وكذلك حتى في الشكل. كنستف قلت لكم التفاح بهذه الطريقه. وكن غدا ناخذ واحد الكميه ديال سكر سنيده ونتوما المهم كيبقى لكم الاختيار بين السكر سنيده وبين الفاني، السكر المناسب من الفاني. كندير هكا واحد رشيشه من الفوق باش هذاك التفاح يتكرمل يجيني يكون هكا كراميليزي ويعطي واحد اللون اللي هو ذهبي. صافي وغدا ندخلها الفران. قلت لكم تعوضوا السكر سنيده بالسكر فاني. وهذه الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران كتجيني على هذا الشكل. هنا يمكن لكم تدهنوها بشويه ديال الكونفيتير اولا شويه ديال الناباج او باش تعطي هذاك اللمعان، او يمكن لكم تخليوها هكا. هنايا كذلك حضرت واحد البغرير اللي هو ساهل ماهل بداك الشيء اللي عندك في الدار اختي، بشويه ديال الدقيق الرطب وكذلك القليل من السميده ديال الحلوى، السميده الرقيقه صافي، والخميره العاديه ديال العجينه وشويه ديال الملح. هذا هو البغرير ديالي المعتمد. كيف قلت لكم دائما اختي خرجي من داك الشيء اللي عندك في المطبخ بدعي فيه وخرجي منه ديري هكا باش هكا قوتيات الوليدات ما يديو معاهم المدرسه وكذلك قوتيات للدار. والله يسهل على الجميع يا رب، واللهم ديما نعمه واحفظها من الزوال يا رب. ونتمنى هذا الفيديو كما العاده يعجبكم، وما تنساوش الا عجبكم الفيديو الاشتراك في القناه والضغط على لايك والجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه.